بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي دائما ونسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية طيبة مباركة نزفها إليكم عبر هذه المنصة المباركة خبر براس، في هذه الحصة التي نتناول فيها مواضيع مختلفة تتعلق أساسا بحياة المؤمن في دنياه، يعني سواء في رمضان أو في غير رمضان. ما أكثر ما يتساءل الناس حول الفتور والملل والفشل يعني بعد أداء العبادة. كثير من الناس ربما يغلب عليه طابع الملل. لماذا؟ السبب الأسرار، المعوقات، ربما حتى الموبقات. ربما كثير من الناس لا يتساءل عن لب القضية، وربما ينظر إلى ذاته ولا إلى نفسه أن المشكلة ربما فيه. نعم، هو جزء لا يتجزأ من الأسباب التي تجعل الإنسان في هذه الزاوية، زاوية الفتور بعد العبادة، خصوصا بعد رمضان. احنا نلاحظ أن كثير من الناس في رمضان يقبل على الله عز وجل بقلب خاشع خاضع، مقبل على العبادة كالصيام، الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، لزوم صلاة الجماعة، غير ذلك من الأعمال. ولكن دائما نرى أن الناس بعد رمضان يخسرون هذا الرهان أو هذا العقد مع الله سبحانه عز وجل. أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة ابتداء. لماذا نتكلم عنها ابتداء؟ لأن النجاح لا يبدأ في النهاية، النجاح دائما وأبدا في الحياة الدنيا، فما بالكم في أمر الله عز وجل. لا بد أن نبدأه من بداية العمل. فبدايتنا من رمضان ندعو الله دائما وأبدا التوفيق، لقول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق من الله عز وجل، فما لا هذه الصلاة ولا الصيام، هذا ربنا عز وجل، ثم الاستعانة به تبارك وتعالى. ونحن دائما نقرأ في سورة الفاتحة مرارا وتكرارا: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى، ومعنى طلب العون من الله تعالى أن يوفقنا لهذا العمل. ولعلنا إذا رجعنا إلى جيل الصحابة الذين كانوا أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينهلون من معينه ويشربون من رسالته صلى الله عليه وسلم، قد يعني نالوا الشرف، شرف الصحبة وشرف نزول الرسالة، ويعني حتى الملازمة. كل الصحابة يعني في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام. حذيفة بن اليمان كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن يا حذيفة ساعة فساعة. يعني يجد الإنسان نفسه بعد أن ينخلع، يعني يخرج من العبادة، يجد نفسه كما في حديث حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لما رآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، يعني حنظلة اتهم نفسه بالنفاق. قال: أتعقل ما تقول؟ يعني كلام خطير هذا الكلام. قال: إي والله نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن النار وعن الجنة كأننا نراها رأي العين، وإذا خالجتنا أو خالطتنا الدنيا والأزواج والأموال والمتاع والضيعات يعني انشغلنا بهذا. فقال: إني أشكو مما تشكو منه، هيا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص له القصة، حالهم التغير الذي يحصل لهم بعد الخروج من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أو أي عبادة من العبادات. فقال: لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكنها ساعة فساعة. يعني الإنسان يعني يأتي هذا الفطور، نعم، ولكن ينبغي أن يظل دائما قلبه مربوطا مع الله سبحانه وتعالى، مثل قصة الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. التعلق ليس معناه البقاء والمكث في المسجد، لا، إنما حتى وهو في البيت أو في السوق أو في البيع والشراء دائما يشعر أنه دائما قلبه يجره إلى المسجد، يعني دائما يتمنى متى يؤذن الأذان ليذهب إلى المسجد، متى يتفرغ من شغله ويذهب إلى المسجد. هي جميع هذا الكلام ينطبق على ماذا؟ ينطبق على كل العبادات. فلما نتكلم عن الصيام أيضا هو جانب مهم، لأن الصيام يسقل الذنوب ويمحيها ويغفر الله سبحانه عز وجل. ولعلمكم أيها الإخوة الكرام أن القلب كما يقال سمي القلب لتقلبه، والرسول عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك.
هذا رسولنا الكريم المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويدعو ربه بهذا الدعاء. فنحن في أمس الحاجة وأولى من ذلك أن ندعو ربنا سبحانه عز وجل أن يجعل قلوبنا ميالة له سبحانه وتعالى. ولذلك حتى ربنا عز وجل يأمرنا ألا تجعل قلوبنا قاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولهذا أيها الإخوة الكرام علينا أن نجعل طريق، وهذا الطريق هو الموصل إلى بقاء القلب محصورا وموصولا ومصانا وقريبا من الله عز وجل. انظر إلى قول ابن عباس، قول النبي لابن عباس صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس: كن مع الله يكن الله معك. كن مع الله، أين تكون مع الله؟ ونحن نعلم أن الله كما جاء في الحديث: اتق الله حيث ما كنت. فتقوى الله لا تنحصر في المسجد ولا في رمضان ولا في مكة ولا في مكان فيه العبادة فقط، بل في أي مكان يطلع الله سبحانه عز وجل عليه، لأن الله مدرك حالنا وأحوالنا وظروفنا، وهو يعلم أننا نتقلب من معصية إلى طاعة. وهذا لدليل أيضا على ماذا؟ على أن الإنسان قلبه ميال إلى العودة إلى الله عز وجل. ولذلك يقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها إذا ارتكب معصية، أي بمعنى ذلك تعود على مباشرة بعد تلك المعصية إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن القلب، إنما لما يتكلم عن القلب ويقول في المعصية أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه عز وجل نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب سقلت، وإن هو زادت. ولذلك جعل الله عز وجل هذه المحطات للزيادة وللاستزادة من الأجر والثواب. ودائما يحرص الإنسان على الدعاء والملازمة، ملازمة مجالس الصالحين، والحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، وتتبع الأوراد من ذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار وغير ذلك من الأعمال التي ترفع الإنسان وتجعله في مقام الصالحين. فصلى الله عز وجل أن يثيبنا وأن يرزقنا اليقين والإخلاص في الدين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.